صباح الفل. اشهر سؤال بيجي لي: يا دكتور انا والله ما باكل غير وجبه او اتنين ومحافظه جدا على الدايت وماشيه مية مية وما بخسش. ليه يا دكتور ما بخسش؟ طبيعي مش هتخسي، لان الجسم زود او قلل، اسف، معدل الحرق، وبقى بيحافظ على كميه الدهون في جسمك عشان تديكي طاقه او يديك طاقه. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت الجسم ذكي، فانت حرمته من الاكل. حرمته من الاكل ده معناه ايه؟ يفهم ان انا كده انت جوعته. طيب المفروض يعمل ايه؟ بيمنع او بيقلل امتصاص الدهون في جسمك، فبيساعد جامد جدا عشان يحافظ على التوازن الحراري بتاعه، فيقلل عدد السعرات الحراريه اللي بيحرقها، وبيقلل خالص حرق الدهون. وحضرتك مش بتاكل وبتجوع وموت نفسك وما بتخسش. تيجي اول اسبوعين تخس جامد جدا، وبعد كده يحصل مرحله البلاتو او مرحله الثبات. طب ده يا دكتور بسبب ايه؟ زي ما قلت لك ان انت اشتغلت بشكل غير دقيق وبشكل غير نظامي. الصح ان انا اعمل دايت واكل كتير، ده يزود معدل الحرق. الفكره في نوعيه الاكل وقيمته. الفكره نوعيه الاكل وقيمته. يعني انا معايا ناس كتير بفضل الله الافات بشتغل معاهم بنظام 6 وجبات في اليوم، يقول لي يا دكتور انا كده مش هخس، وبيخس جامد جدا. يا جماعه ما ينفعش ان انا ابقى جسمي متعود على 5000 سعره حراري في اليوم وعمال باكل ومقضيها، ومره واحده اديله 1000 او 1200. هيحصل مرحله البلاتو ويقول لك يخاف ان انت تموته، ويحصل مرحله الجوعان او الجوع. فده غلط جدا. لازم امشي بنظام صحي صحيح جدا، وان انا اكل كميات كويسه واظبط التغذيه بتاعتي. هيفرق معايا جدا، هيفرق في شكل جسمي، هيفرق في العادات بتاعتي، وبالذات السيدات، وبالذات في فتره البريود. اوعي ده هيقوي الانيميا عندك، يقوم مزودها في ثواني. ليه؟ لان انت عماله بتقللي الاكل والامتصاص الدم والكلام ده كله مع افرازات دم والكلام ده كله، فبالتالي جسمك يقع ويحصل لك انيميا، وتلاقوا البنات كلها ماشيه بمحاليل. طب ده بسبب ايه؟ بسبب حاجه زي دي. فدي نقطه مهمه. واما اجي اعمل دايت اظبط الفيتامينز بتاعتي جامد جدا جدا جدا، وازود البروتين بتاعي واظبطه. وضروري تشتغلوا مع حد يكون شاطر، انا غيري ايا يكن مين، بس حد يكون شاطر في النيوتريشن ودرسه كويس. ومعظم الابحاث العلميه من اول ما الخليقه بدات لحد النهارده كله عمال بيقول لك لا ان انا اجوع جسمي. لا طبعا، ده اكبر غلط. اي دكتور في الدنيا او اي حد اخصائي في الدنيا تغذيه يقول لك لا، ده طبعا ممنوع ان انا اكل وجبه واحده واكل وجبتين، ويقول لك ده انا دكتور اخر الساعه 7 في الاكل وما بخسش. ده ملوش علاقه. العلاقه في نوعيه وجوده التغذيه او الاكل. يعني ان احبكم في الله، صباحكم زي الفل.